تسخير الريح يقال انه كان لسيدنا سليمان بساط خشبي مهيب كبير جدا كان بيحمل عليه الجيش، وقوة الريح يتنقل من مكان لاخر. وفي احد الروايات انه مرة كان سيدنا سليمان هو والجيش بتاعه على البساط ومال البساط بيه شوية، فسيدنا سليمان قال له اعتدل يا بساط، فرد عليه البساط: أمرنا أن نطيعك ما دمت تطيع الله، مش عشان أنت أقوى ملوك الأرض ولا نبي ولا غيره. وده زي ما حكى الإمام الشعراوي رحمة الله عليه. وسبحان الله ده بيوضح إن ليس لأحد منا قوة وملك وسلطة إلا من الله، مش عشان أنت جامد ولا عشان أنت بتملك شيء أو بذاتك أو بإرادتك الشخصية، لكن بهبة من الله لحكمة يعلمها الله. وهي دي كانت الرسالة من ربنا لسيدنا سليمان لما ابتلاه. أراد الله تطويع النفس وخاطر سليمان من تعظيم الذات والملك إلى العبادة والخضوع إلى الله، وأراد الله ترقية سيدنا سليمان لمهمة أكبر. وبنيجي هنا للجزء الثاني من هبة ربنا عز وجل لسيدنا سليمان بعد البلاء، وهي تسخير الجن والشياطين.